السلام عليكم. وصفة النهاردة بجد طعمها خطير، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، ينفع الولاد ياخدوه معاهم المدرسة. يعني وصفة كده من الاخر منجزة جدا. هنجيب صدور فراخ هنقطعها مكعبات صغيرة، نجيب طاسة على النار، معلقة زبدة، هنشوحها لحد ما تستوي وتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه. بعد كده هنشيلها، وفي نفس الحاجة اللي عملنا فيها الفراخ هنجيب فلفل رومي هنقطعه شرايح، هنديله بس تشويحة كده سريعة. بعد كده هنحضر اي صينية موجودة عندنا هندهنها زبدة، هنجيب لفة جلاش هندهن بين كل ورقة وورقة السمنة او الزبدة، هنحط نص اللفة. بعد كده نبدأ نضيف الحشوة. كان عندي شوية لحمة مفرومة متعصجة في التلاجة ضفتها، الفراخ اللي انا عملتها، شوية زيتون، الجبنة الرومي، الفلفل، يعني من الاخر كده اي حاجة موجودة عندنا هنحطها في الوصفة ديت. بعد كده هنجيب نص لفة الجلاش هندهن برضو بين كل ورقة وورقة زبدة. بعد ما نخلص الكمية كلها هنقطعها مربعات، وممكن كل مربع نقسمه كده 2 هيدينا الشكل المثلث. ممكن نبدأ بقى في الشكل، ممكن نقطعها مربعات صغيرة، مربعات كبيرة، تعملوها مثلث زي ما انتوا شايفين، اي حاجة تعجبكم. هنجيب بيضة وكوباية من اللبن وملح وفلفل اسود، هنقلبهم كويس جدا. بعد كده هنحطها على وش الجلاش، سيبها بس دقيقتين كده تتشرب من اللبن والبيض. نبدأ بقى نضيف زيتون، جبنة رومي او اي حاجة انتوا عايزينها. هندخلها على فرن على رف اوسط على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. احلى